يا مساء الأنوار في ليالي رمضان، ولسه مستمرين في فطار رمضان وأفكار جديدة هنعملها النهاردة حلو وحادق إن شاء الله تقدروا تنفذوها. بصوا بقى، هنا بابا يعني كان في مشوار وجاب لنا العيش البيتي بان ده عشان كنا محتاجينه عشان وصفة النهاردة، وعيش الصايمين عشان أنا بحب أتسحر بيه، وكان ناقص عندي شوية فانيليا كده، وكمان جاب لي عيش سوري عشان النهارده هنعمل اكله حلوه قوي. طبعا ناس كتير عملت في اول رمضان عزايم، فبداوا ان هم يعني دماغهم تقف يعملوا فطار ايه، ومفيش افكار يقدروا يعملوها. فالنهارده هعمل لكم فكره فطار حلوه جدا، سهله وسريعه وكل الاولادك وكله بيحبها كبير وصغير، وهنعمل حاجه حلوه كمان جنبها حلوة قوي. طيب مبدئيا كده انا محتاجة في الوصفة بتاعتي بصلة كبيرة، طماطماية متوسطة، وقرن فلفل كوبي. هضربهم كويس جدا في الكبة مع بعض كده. تمام. ما تنسوش قبل ما تتفرجوا عليا تحطوا اللايك وتكتبوا لي الكومنت الحلو اللي بيفرحني جدا من قلبي. يا احلى جمهور في الدنيا، فانزاتي حبايبي مشرفيني كده في كل منطقة وفي كل حتة كده. طبعا انا متاسف جدا ان انا مش قادره ارد على كومنتاتكم، بس الوقت ضيق جدا معايا والوقت بيجري، يعني ايه، مش عارفه اقول لكم ايه. يعني الحمد لله ان انا بنزل الفيديو اصلا، فمعلش لو انا مش بعمل لكم قلوب ومش برد على الكومنتات بتاعتكم. ان شاء الله اول ما احس كده ان انا عندي وقت وافضى شويه كده هرد عليكم باذن الله. بس انا طبعا بشوف اذا في كومنت مهم في الوصفه او حد بيسال سؤال برد على طول، عشان حرام ممكن حد يبقى عايز يعمل الوصفة. لكن انا بشوف كومنتاتكم والله، بس اعذروني ان انا مش قادرة ارد عليكم يعني. انا هنا رحت فين؟ انا جيت اهو، انا جيت انا سبت الكاميرا شغالة وكنت بسألهم على حاجة. بصوا بقى، هنا زي ما قلت لكم ضربت البصلة والطماطمية والفلفل، وبعد كده هجيب مصفى وهصفي الكلام ده كله عشان انا عايزة المية بتاعته بس. يعني انا عايزة مية البصل والطماطم والفلفل، فانا هحطهم كده في مصفى وابتدي اعصرهم كويس جدا. طب ليه بقى؟ عشان النهارده هنعمل وصفة الشيش طاووق. طبعا الوصفة دي حلوة جدا، الاولاد الصغيرين بيحبوها والكبار. حاجة كده تفتح النفس على الاكل، وسهلة في فطار رمضان، والطريقة ديت ناجحة بنسبة 100%. وهتشوفوا معايا في الفيديو النهاردة كل اسرارها وتركاتها، وتقدروا ان انتوا تنفذوها على طول يعني. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت بقى اصفي كويس جدا 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 البصل والطماطم. ما تحطوهوش كده بالتفل بتاعه عشان خاطر ما يبص منك، لان البصل والحاجات دي لو سبتيه زي ما هو كده هيلزق معاكي في الجريلا وانتي بتحمري او بتشوي. تمام. هنجيب بقى حاجة اغوط شوية، طبق غويط هنحط فيه بقى مية البصل والطماطم والفلفل، ومعايا كمان علبة زبادي من اللي احنا بنجيبها نتسحر بيها كده. تسرقي كده علبة بتاعت السحور وايه، وتستغليها بقى في الوصفة بتاعت النهاردة. وهحط كمان معايا ملح. اهم حاجة تعملي نفس الخطوات اللي انا عملتها في الفيديو. وهنحط بقى البهارات بتاعتنا، عبارة عن فلفل اسمر وشوية كركم وتوم باودر، بصل باودر، وحطيت ايه تاني، وجنزبيل اهو. ده التوم باودر والبصل باودر. وبحب احط جدا جنزبيل، وحطيت شويه كزبره ناشفه. طبعا هتلاقوني بحط الكزبره في كل الاكل لان بتضيع ريحه الزفاره وبتدي تست حلوه قوي للاكل. وحطيت بابريكا عاديه مش مدخنه، من اللي هي العاديه. وهنا بقى ايه الكركم، يبقى ملح وفلفل، توم باودر وبصل باودر، بابريكا، كزبره ناشفه، وكركم. تمام. وبعد كده هتحطي معلقه صغيره توم مفروم، وهنحط كمان معلقه كبيره دبس الرمان، ومعلقه كبيره كاتشب. طب لو مش عايزه تحطي كاتشب حطي معلقه صلصه. طبعا الكاتشب ده اللي بيديكي اللون بقى ايه، اللون الاحمر الحلو بتاع الشيش طاووق. تمام. هنحط كمان شويه زيت، وهنعصر نص ليمونه. الليمون بيدي مزازه حلوه قوي في الوصفه ديت. وهتقلبي بقى الخلطه دي كده. ده جنزبيل على فكره، كنت نسيت احطه، بس انا بحب احط الجنزبيل جدا في الحاجات دي، في الفراخ يعني.
هقلب بقى. بصوا الخلطة شكلها يفتح النفس اصلا من غير ما نعمل اي حاجة، هي لوحدها كده عايزة تتغمس. لونها خطير. هنيجي بقى طيب عشان نعمل الشيش طاووق محتاجين نعمله باوراق تكون مخلية، ما تعملهوش بصدور عشان الصدور بتكون بتاخد وقت في السوا وهتنشف معاكي في الشيش طاووق. فهو احلى حاجة ان هو يتعمل بالوراك عشان تفضل طرية كده معاكي. الوراك طبعا بتستوي اسرع من الصدور، دي حاجة. تاني حاجة ان هي لما بتيجي تعملي الشيش طاووق بتفضل معاكي جوسي وطرية ما بتنشفش، لكن الصدور بتنشف. هنا بقى هتبتدي تقطعي الوراك المخلية بتاعتك كده مكعبات. هنا بس بعد ما قطعتها حبيت اشيل الجلد بصراحة ده كله، فخليت كل الجلد والدهون دي كلها خليتها وشلتها. ما حبيتش اعمله بالدهون والجلد عشان ما يبقاش تقيل، ان انا عايزاه يبقى خفيف وكده عشان بابا وعشان معدتي وكده. فشلت كل الدهون دي، هتلاقوني دلوقتي شلت كل الكلام ده. طبعا انا كنت غاسله الوراك المخليه دي وحطاها في الفريزر، بس اول ما طلعتها كده فكيتها تحت الميه وحطيت عليها نص ليمونه. بصوا هنا هتبتدي تسلتي كده وتشيلي كل الجلد والدهون الزياده، عشان انا مش عايزه الدهون دي. في ناس بتحب تعملها بالجلد، انا مش بحب بصراحه، بحب كده ان انا الحاجه عشان ما تبقاش مضره صحيا، الحاجات دي بتخش جسمنا. تمام. هتحاولي بقى تشيلي كل الدهون اللي موجوده في القطع بتاعتك كده على قد ما تقدري. تمام. في على فكرة بتوع فراخ ممكن يعملوها لك جاهزة، يعني تروحي تقولي له انا عايزة مثلا كيلو شيش طاووق وهو بيعمله لك وبيقطعه لك وبيديهولك. انا بصراحة كان عندي الوراك دي كنا جايبينها نشويها، وبعد كده هم لما قالوا لي عايزين شيش طاووق فانا اتصرفت وعملتها. تمام. اهو قطعت بقى الكمية بتاعتي دي كلها، وعايزة اقول لكم الثلاث وراك دول ما شاء الله عملوا معايا كمية محترمة من الشيش طاووق. هبتدي بقى احط كده الشيش طاووق بتاعي في التتبيلة بتاعتي. وطبعا بقى انا عاملة الكلام ده من بالليل، يعني كانت الساعة 1 بالليل او 12 بالليل. تعملي كده الشيش طاووق ده تتبليه كويس جدا كده وتسيبيه ليلة في التلاجة عشان يبقى طعم الفراخ اخدت من كل البهارات والبهاريز دي، فتيجي تاكلي بقى احلى شيشة في حياتك. شيشة مش شيشة، ها، عشان دماغكم ما تروحش بعيد. الشيشة اللي هي زي ما اعرفش ليه والله سموها شيش، والله انا نفسي اعرف، لو حد يعرف ليه سموه شيش طاووق يقول لي يا جماعة، اكتب لي في الكومنتات. هنا بقى برضو من علبيات كده كنت عاملة شوية شربات عشان كنت عارفة ان انا هعمل حاجة حلوة تاني يوم الصبح. كنت عاملة كوبايتين سكر على كوباية مية وبحطهم على النار، واول كده ما احط المعلقة والاقيه بيلزق في ايديا بطفي النار وبحط ليمونة صغيرة وباكو فانيليا. عشان في حد سألني يا جدع انت بتحطي الليمون في الاول وفي الاخر؟ أنا بحطه في الاخر بعد ما بطفي النار. تمام. اول ما تطفي النار تنزلي بالفانيليا وبالليمونة. لو الليمونة كبيرة نص ليمونة، لو الليمونة صغيرة ليمونة على بعضها. وسبته يبرد وعبيته في البرطمان. زي ما قلت لكم اللي بيسهل عليكي وقفة المطبخ او الفطار ان انتي حاجات تحضريها من بالليل وبعد كده الصبح تبتدي تطبقي، لان معظمنا بينام بعد صلاة الفجر فبنصحى متأخر، بنصحى على الساعة 1 او الساعة 2. فلو حاجتك مش جاهزة متبلة وفي شوية حاجات كده معمولة هتحتسي في المطبخ. فزي ما قلت لكم انا كنت عارفه ان انا هعمل مثلا حاجه حلوه فحضرت الشربات، عارفه ان انا هعمل الشيش طاووق فتبلته من بالليل. تمام. هنا بقى معايا عشان الشيش طاووق كنت محتاجه فلفل الوان احمر واصفر واخضر وبصله، وبتبتدي بقى تجهزي الخضار بتاعك ده كله كده مكعبات مكعبات مكعبات. قولي بقى عملتوا اكل ايه النهارده؟ مش هتعملي لنا محشي يا جدع؟ اصبروا عليا، اصبروا، هنعمل كل حاجه، بس كده. طبعا بشكركم على الناس اللي سالت عليا امبارح واللي كتبوا لي الف سلامه عليكي يا جدا، الحمد لله احسن. ما رحتش للدكتور ولا خدت علاج، بس شربت شاي اخضر بالنعناع. الشاي الاخضر بيريح معدتي جدا. في طنط جميلة قالت لي يا جدة ممكن القولون عندك تعبان او بيتعب من منتجات الالبان. والله مش عارفة يعني، ممكن عشان الصيام، يعني بقالنا كتير ما صومناش وجينا صومنا، الله اعلم بقى. مع اني كنت صايمة في شعبان، بس مش عارفة بصراحة. هو ساعات كده بتيجي لحظات كده الانسان بيتعب فجأة من غير اي سبب يعني. معلش يا جماعة فصلت الصوت عشان اخويا دخل الأوضة يقول لي ان الجلاش طعمه حلو جدا. قلت له ماشي، متشكرين متشكرين. النهارده جبروا بخاطري بصراحه. كل 5 دقايق يخش الاوضه الاكل خطير، الاكل كان تحفه، الاكل مش عارف قلت طب الحمد لله.
آه فكنت بقول لكم ايه بقى، ان ساعات الانسان بيتعب كده من غير ما يحس. هنا بقى ممكن استنى بقى اجمع الكلام. فصلني لما دخل عليا الاوضه عشان يقول لي البتاع حلو، نسيت انا كنت بتكلم في ايه. بصوا بقى الشيش طاووق هنا تبتدي بقى تحطي بصلايه وفلفلايه حمرا وفلفلايه صفرا وفلفلايه خضرا، وتحطي بقى ايه الشيش طاووق بتاعك، تعمليه طوابير كده زي طابور المدرسه. ماشي. وتحطي بقى كده. وفي العصيان احنا جايبين الكيسة اللي هي بتاعة العصيان الخشب دي ب10 جنيه. اي حد بتاع اكياس هتلاقيه موجود عنده. انا ولا بحطها في مية، ولا بحطها في مية سخنة، ولا مية ساقعة، ولا مية مستحمية، ولا الكلام الجديد اللي هما بيقولوه. وما بيحصل لهاش اي حاجة خالص، بالعكس يعني انا بحب لونها يغمق شوية عشان تبان ان الحاجة يعني حلوة شكلها مستوي يعني يا جماعة. ف وهتشوفوا لونها، يعني انا مش عارفه بيحطوها في ميه ليه بصراحه، مش عشان لونها ما يتغيرش؟ طب ما لونها يتغير، ايه المشكله يعني لما يتغير؟ ايه اللي هنزعل يعني لما لونها يتغير؟ ما احنا كلنا بنتغير والناس بتتغير وكل حاجه بتتغير، هتيجي على لون الشيشه ان هي ما تتغيرش؟ ف يلا الحمد لله. بس كده هنا بقى ايه، حطيت كده حاجات. حطيت حاجات ايه، حطيت قصدي شيش طاووق، انا مش مركزه معاكم، حاسه ان انا بنام. حطيت بقى كده ايه، كله بقى عملته زي بعضه. تفضلي بقى تعملي الكمية بتاعتك كلها كده. يعني دول استخدموا فلفلتين صفرا وفلفلتين حمرا وحوالي 3 فلفلات خضرا وبصلتين. الكمية دي ال3 وراك عملوا معايا 8 شيشات. متنسوش تكتبولي ليه سموه شيش طاووق يا جماعة، عشان انا ما عنديش المعلومة دي بصراحة. عايزاكم تدعولي دعوة حلوة كده في الايام المفترجة دي كده، ان ربنا يريح بالي كده ويكبر بخاطري. بس كده. بصوا بقى الجمال يا جماعة. اللي عنده شيش زي جدهودة نقول له ايه؟ نقول له يا عمنا. ولا نقول له مش هتعرف تعمل زينا؟ بصوا بقى الجمال، شكلها خطير خطير خطير. حطيتها بقى في التلاجة لحد بقى ايه قبل كده المغرب نص ساعة. هنا بقى ايه، كان فاضل شوية صوبيا. ايه يا جدع حكاية الصوبيا وقمر الدين اللي مش بيخلصوا عندك دول؟ عشان انا كنت عاملة الشفشق على بعضه، وبعدين عملت اليومين ورا بعض عصير، يوم قمر الدين ويوم صوبيا. طبعا احنا مش بنشرب العصير غير مرة واحدة يعني. خلاص يعني شربنا كوباية خلاص، ما بنشربش تاني طول اليوم. بنشرب شاي بقى، قهوة، شاي اخضر كده يعني. في ناس بتحب العصاير جدا، يعني بتفضل طول اليوم تشرب في عصير. احنا مع لا، مش من هواة العصير قوي. يعني هو ساعد بس الفطور. فعشان كده هتلاقوا ايه اتفضل عندي بقى خلاص، كانوا اخر كوبايتين صوبيا واخر كوبايه قمر الدين، والحمد لله خلصنا ايه العصير. نبقى نعمل بكره عصير جديد. طيب هنا بقى كنت بعمل ايه، هنا بعمل التوميه. حطيت مع 3 معالق نشا ونص كوبايه ميه، وقلبتهم وحطيتهم على النار ولحد ما يتحولوا معاكي الجيلاتين. 3 معالق نشا وعليهم نص كوبايه ميه، تحطيهم على النار وتقلبي لحد ما يتحولوا الجيلاتين. طيب هنيجي بقى في الكبه. هنا معايا علبه زبادي ومعلقتين كبار مايونيز، ومعلقه يعني ربع معلقه توم مفروم، ورشه ملح صغيره، وهحط كمان نص ليمونه، وشوية زيت وشوية خل. بصوا بقى انا كنت بعمل ساعات التومية بالمايونيز بس، وممكن تعمليها بالزبادي بس، وممكن تعمليها بالزبادي والمايونيز على بعض زي ما انا عملت. فزي ما انتي حابة اعملي، يعني كله شغال يعني. تمام. هنا بقى حطيت كمان نص الليمونة كده. وبعد كده هعمل ايه بقى، هضرب الكلام ده الاول في الكبة، الزبادي مع الثوم مع المايونيز مع الملح والزيت والخل والليمون. بعد كده النشا اهي تقلت معايا، اللي هما 3 معالق نشا على نص كوباية مية، تقلبي فيهم لحد ما يتحولوا الكتلة معاكي كده. هتحطيهم بقى في الكبة، وهتزودي بقى ايه بق مية صغير. والقوام بتاعك بقى هتبتدي ان انتي تخففيه بالمية، يعني تحطي بق مية وتضربي، تحطي بق مية وتضربي لحد ما تحصلي على القوام اللي انتي ايه عايزاه. تمام اهو. هنا بقى خلاص كان القوام بتاعي ده القوام اللي انا عايزاه. طبعا انا بقسمه كده في طبقين، عشان انا بحب اعمل تومية سبايسي وتومية عادية. بحب واحدة حراقة وواحدة عادية. فبقسمه كده على طبقين، واحد يبقى عادي بارد. طب الحراق بقى بعمل فيه ايه، بحط عليه هريسة شطة عشان يبقى شبه اللي انت بتشتريها من بره. لو حطيتي شطة هتبقى حراقة بس مش هتدي اللون اللي انت بتجيبيه من بره. التومية الحراقة بيبقى لونها بينك كده، هتشوفوا معايا لونها هيتحول ازاي. بصوا اللون بيتحول بقى بيبقى لونه بامبي.
طبعا هي مش باينه قوي في الفيديو يعني. طبعا عملنا التوميه بقى ايه لزوم الشيش طاووق، وزي ما وريتكم كده جايبين عيش فينو وعيش سوري. طبعا العيش السوري هتلاقي مثلا في ناس بتبيعه ب2 جنيه ونص وفي ناس بتبيعه ب3 جنيه. فالاكله دي حلوه قوي، مش لازم تجيبي عيش سوري، ممكن تجيبي عيش فينو زي عادي خالص، وتعملي اهو التوميه على ايدك في البيت، وتعملي الشيش طاووق. فطار حلو وسريع ومش هياخد منك كتير. عبال بقى ايه ما الشيش طاووق بتاعي كده يتشمع شويه في التلاجة وكده، قلت اعمل بقى ايه حاجه حلوه. طيب كان عندي بقى انا لفه جلاش، فقلت اعمل ايه صوابع جلاش كده ايه بالسوداني كده المجروش ده. فانا حطيت كده ايه معلقتين كبار جوز هند على 3 معالق كبار من السوداني المجروش، ومعلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره سكر، ومعلقه كبيره من الشربات اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. شفتوا بقى الشربات نفع ازاي؟ ان انا كنت عاملاه قبلها بيوم اهو، لما انا عاوزت اعمل حاجه حلوه خلاص بقى ما احتستش بقى ان انا ايه انا لسه هعمل شربات واستنى يبرد، لا اهو خلاص الحاجه متواجده عندي. تمام. هنا خلاص بقى ايه عملت كده الحشوه. هجيب بقى صينيه وادهنها ايه بالسمنه. تمام. طبعا انا ما عملتش لفه الجلاش كلها عشان كانت هتبقى كتير. فانا عملت ايه بقى عشان تعرفوا ان انا شطوره. استنى عشان صوت العربيات، معلش يا جماعه. ما عملتش بقى لفه الجلاش كلها، اخدت نصها عملت بيها كده حاجه حلوه، ونصها التاني شلته في التلاجة من تحت. عندي لحمه مفرومه متعصجه جاهزه. هعمله بقى ايه صينيه جلاش باللحمه المفرومه ايه بكره عشان نقضي الليله يعني، عشان لسه رمضان طويل يعني، ما تفتكروش بقى ان خلاص كده لسه رمضان طويل محتاجين وصفات كتير، فلازم تمشي نفسك كده. هنا بقى ابتديت اخد ورقتين كده جلاش واحط سمنه، طبعا انا سيحت سمنه، واحط كده الحشوه بتاعتي بالطول واقفل. انا بعمل ورقتين بس عشان انا مش بحبه تخين ويبقى تقيل، انا بحبه كده يبقى خفيف وهش. انت عايزه تكتري الورق كتري. في ناس على فكره بتعمله بالكنافه، بس انا ما جربتش بصراحه. يعني ان شاء الله ابقى اجرب معاكم. قولوا لي بقى عملتوا حاجة حلوة ايه النهاردة، وعملتوا اكل ايه النهاردة، والبلدان التانية برضو يقولوا لي بتفطروا ايه وبتعملوا ايه، بتنزلوا تصلوا التراويح ولا بتعملوا ايه، ولا بتقعدوا تناموا ولا ايه؟ ما تكسلوش صلوا التراويح، مش قادرة تصلي في المسجد صلي في البيت، المهم تصلي. الايام دي ايام مفترجة، وقيام الليل والتهجد فيها يعني حاجة جميلة جدا ان انت تقعدي تدعي بقى كده باللي نفسك فيه. ابواب السماء مفتوحة والدنيا كمان بتشتي، فما شاء الله. هنا بقى ايه دهنت الصينيه سمنه، وابتديت ارص كده الجلاش بتاعي واقطعه. بصوا ما خدش في ايديا 5 دقايق وعملت لهم احلى حاجه حلوه، لان الكنافه عندي كانت خلصت، فقلت طب هم هيتغدوا طب هياكلوا حاجه حلوه ايه. فطلعت الجلاش وما خدش والله نص ساعه وكان فك، حطيته على الرخامه فك. وعملت كده الجلاش زي ما انتوا شايفين. بدخله بقى في الرف الوسطاني في الفرن على درجه حراره 180. لو ما احمرش من فوق وتحت مع بعض ولقيته احمر من تحت بس، بولع عليه الشوايه ياخد لون من فوق. تمام. اهو عملت حاجة حلوة وما خدتش مني وقت كبير، ودهنته من فوق كمان كده بالسمنة و... وعملت حاجة حلوة اهو. ف سمي الله كده اول ما تخشي المطبخ، وسيبي كل حاجة على ربنا، وما شاء الله شهر رمضان كله بركة وخير، وبتلاقي كل حاجة متيسرة معاكي. طبعا الجلاش طالع سخن من البوتاجاز، والشربات بارد. هنسقسق بقى كده الجلاش بتاعنا كده كويس جدا، وادي احلى طبق جلاش عملناه مع بعض. ايه رأيكم بقى؟ اهو كل ده كده تك تك وانا واقفه في المطبخ ورا بعض يعني. بس زي ما قلت لكم اللي بيريحني ايه ان انا مجهزه الشربات، كنت متبله الحاجه فكده ايديا في كذا حاجه يعني. بس هنيجي بقى حمرت برضو شويه بطاطس، وبعد كده جبت الجريلا كده حطيت فيها شويه زيت ومكعب زبده. انا بحب دايما لما اجي اشوي بانيه او اشوي اسمه ايه ده، اي حاجه يعني دواجن، احط زبده مع الزيت. محبش اشوي بزيت بس، بتدي طعم حلو ونكهه حلوه كده، وتخلي الحاجه معاكي طالعه جوسي كده. يا رب. ابتديت بقى اسيب كده الطاسه تسخن شويه، او الجريلا بتاعتي لازم تسخن كويس جدا.
رمضان بقى بيجري بسرعة سرعة الصاروخ. بصوا اول 10 ايام دول بيخلصوا خلاص، بتحسي ان رمضان خلاص قرب يخلص، تلاقي الناس بدأت تنزل كحك العيد ولبس العيد وكله بيجري كل الايام دي بتجري من عمرنا. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل خير كتير ونقرب من ربنا اكتر وكده يعني. مع ان والله سبحان الله يا جماعة، يعني مش عارفة ان الناس بقت بتزعل الواحد، الواحد والله كويس وما بيضايقش حد، وحتى لو الواحد بيزعل حد وكده بيرجع يعني يعتذر وكده. ما تعرفوش الناس قلوبها اتغيرت ولا ايه؟ اللي بياخد جنب فجأة، واللي بيبعد فجأة، واللي بيتعامل بطريقة مش كويسة واللي بيظلم ويمشي، واللي تبقي كويسة معاه وفجأة يقلب عليكي، وحاجة غريبة الشكل قسما بالله. والله العظيم الواحد ويكون واقف كده ما بين ايد ربنا بيصلي التراويح قدام شيخ ولا حاجة، والله العظيم يا جماعة مثلا الشيخ بيدعي وكده تلاقي نفسك بتعيطي، مش بتعيطي بقى من الزعل، بتعيطي من مواقف الناس. طب الواحد كويس وما بيعملش حاجة مع حد، طب ليه الناس بتعمل كده؟ ما تعرفوش بقى. بس دايما زي ما دايما كان الشيوخ بيقولوا والمعلمات بتاعتنا وكده يقولك دايما ممكن بيبقى ده عشان خاطر ما يبقاش عندك تعلق غير بربنا سبحانه وتعالى، وتعرفي ان دايما ما فيش حاجة دايما غير وجه ربنا سبحانه وتعالى، وان انت متطلبيش حاجة من حد ولا سعادتك ولا فلوس ولا اي حاجة من حد، وتطلبي من ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي قادر على كل شيء. بصوا بقى دي الاكله بتاعتنا النهارده والفطار بتاعنا النهارده. اكتبولي بقى في الكومنتات ايه رايكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، متنسوش تدعولي دعوه حلوه. باي باي.